تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أكلة الأعياد والعزومات. صينية رقاق، أجمل صينية بتكون على السفرة، كله بيحبها سواء أطفال أو كبار. أول حاجة بنعصج اللحمة المفرومة. أنا كيلو اللحمة المفرومة بعصجه ب كيلو إلا ربع من البصل. لو عايزة تقللي تكتري براحتك، البصل بيديله طعم مسكر وكمان بيزود الكمية معاكي. هنزل على اللحمة بتوابل اللي هي رشة جوز الطيب، رشة فلفل، ملح، 7 بهارات زي ما تحبي التوابل اللي انتي تحطيها. هنزل بقى في صينية هفردلها الأول بمعلقة من السمنة ومعلقة من القشطة. أنا بعمل رقاق من غير أي افتكاسات خالص، حاجة يعني الطريقة التقليدية جدا. الرقاق بقى أنا بجيب الرقاق اللي بيكون ناشف، اللي هو بيكون رفيع مش التخين، وبيكون معايا شوربة. الشوربة بتكون سخنة مغلية يعني. وبنزل بيه كل قطعة من الرقاق في الشوربة، يدوب بس تتبل، ما تسيبيهاش كتير عشان ما تعجنش منك. يدوب بس بتبليها في الشوربة. الشوربة طبعا فيها التوابل بتاعتها، فيها الملح والفلفل، وفيها كل التوابل بتاعتها. وبين كل طبقة وطبقة في الرقاق بنبدأ نحط، يعني بين كل طبقتين 3 كده تحطي معلقة من القشطة ومعلقة من السمنة. وهنكمل بقية الصينية بتاعة الرقاق عادي بنفس الطريقة. انا مش بحط لا بيكنج باودر في الشوربة ولا اي حاجة. بعد كده هبدأ بقى انزل بيه اللحمة المفرومة بتاعتي في النص، العصاج اللي احنا عملناه في نص صينية الرقاق، وافرده كويس قوي. واكمل بقية صينية الرقاق الجزء التاني بتاعها من فوق. هتكمليها بنفس الطريقة، هتطلع معاكي الصينية من جوه عاملة زي الفطير المشلتت بالظبط، ومن بره مقرمشة وطرية جدا. وبرده بين كل طبقة وطبقة بننزل بمعلقة من القشطة ومعلقة من السمنة. هو الرقاق كده لازم بيحتاج دهون عشان يبقى حلو معاكي يعني. اخر طبقة بقى اللي هي طبقة الوش، انا بفرده بيكون الوش المحمص على وش الصينية كده مش بالعكس. وننزل باخر معلقة قشطة معايا على وش الصينية، وبرده بفردها كويس جدا، وابدأ ادخله الفرن بقى على درجة حرارة 200. ما بيكملش 10 دقايق معاكي او ربع ساعة بالكتير في الفرن، واطلع معاكي ياخد لون بس وتطلعيه على طول. هنا بقى الرقاق كان طلع، عايزه اوريكي ان هو ازاي مقرمش من بره ومن جوه بيكون طري جدا زي الفطير المشلتت، ويمكن احلى كمان. قولولي بقى في الكومنتات مين بيعمل الرقاق بالطريقه دي، وبتحبوا اكتر الرقاق الناشف ولا الرقاق الطري؟